ياسر الزابيري. 21 مشاهدينا الكرام، ذكرت الغياب الوحيد حارس المرمى يانيس بن الشاوش. هذه الاسماء الاحتياطيه ولعل ابرزها هو عبد الحكيم المصباحي، لانه الاستثناء حدث في نصف النهائي لما لعب المنتخب المغربي ب3 حراس. بدأها يانيس وصلها بكل تأكيد إبراهيم غوميس، وأنهاها وأي نهاية عن طريق حكيم المصباحي الذي تصدى للركلة الأخيرة وطار بالمنتخب المغربي إلى النهائي لتتواصل هذه الرحلة الجميلة والسعيدة هنا في أراضي تشيلي. تحية كبيرة أيضا للجماهير المغربية التي تنقلت رحلة جوية بين الدار البيضاء وسانتياغو لمؤازرة أسود الأطلس. تشكيلة الأرجنتين: باربي سيكون في حراسة المرمى، غوروسيتو 4، راميريز 2، بيريز 15، فيالبا 6، أكونيا 8، ديلغادو 5، كاريسو 7، بريستياني رقم 20، وساركو الذي يحمل رقم 9 بوصوله إلى نصف النهائي. إذا انطلقت المباراة بصافرة الحكم الإيطالي ماوريسيو مارياني. نعم، هو الذي سيقود هذه المواجهة. مشاهدينا الحرة لفائدة المنتخب الأرجنتيني تصل على الجهة اليمنى. هنا اللمسة، راميريز يرفع لكن سال بعد ذلك تصل إلى حارس الوقت الذي كان في الضغط كبير من فرنسا. يا سلام على اللمسة والانطلاق من علي معمر. معمر ينادي من الجهة اليمنى العرضية ولكن أقرب إلى حارس المرمى، وكأن معمر تسرع في الكرة الماضية. هنا حاول أن يوصلها لياسر الزابيري. أنا أعرف أن عثمان معمر 1 على 1 ممتاز جدا، كان بإمكانه أن يتقدم. ضغطي يعيدها لي باعوف. علي معمر في الجهة اليمنى، عودة علي معمر مهمة جدا في مركز يا ظهير الأيمن. الكرة الطولية، ياسر الزابيري. ماذا هناك؟ هنا اللقاء سيتوقف لأن هناك نقاش يدور حاليا بين محمد وابي والحكم الرابع للمباراة. إذن وابي يرفع في الإعلان على القرار، ولكن الإعادة يا الإيطالي توضح بأن نية العرقلة هي موجودة. لاحظ اليد اليسرى كيف تحركت وأعاقت تقدم ياسر الزابيري. هذه بطاقة حمراء لا نقاش فيها، بطاقة حمراء بكل موضوعية. إذن يكتفي فقط بالبطاقة الصفراء. هنا لا وجود لبطاقة حمراء، بطاقة صفراء. اللقطة الماضية تدخل كان في تعمد واضح. عموما هذا تقدير الحكم في نهاية المطاف. أشهر البطاقة الصفراء، فهل ستزور الشباك مرة أخرى يا ياسر يا الزابيري؟ عينك على الشباك الأرجنتينية، تعشق اليوم الشباك الأرجنتينية. ياسر الزابيري، حكاية عشق مع الشباك، حب مغناطيسي مع الشباك، حكاية عشق مع الشباك. قلت مشاهدينا الكرام، هل يتجدد العهد مع الشباك؟ هدف عالمي يا ياسر يا الزابيري. هكذا سجل في أحلى نهائي، هكذا جاء الخبر السعيد بالضربة الأولى في الشباك الأرجنتيني يا ياسر يا الزابيري. نعم، هنا سجل عادة أرجنتينية. معما مرت عليك بريسياني على الطرف الايسر. هذا هو سولير، خطير سولير يعكس عمر، يؤمن هذه الكرة لكن عادت الى بريسياني يتحدى معمر. بريسياني برافو، مرورا بسافيولا 2001 ووصولا الى ليونيل ميسي وتساباليتا في 2005. الهربة، الانطلاقة، اللمسة من عثمان، العرضية ممكن. جسيم بايار وسوء التفاهم في اللقطة الماضية. عادت مرة أخرى مغربية. الصادق راوغ، يا سلام، الصادق يسدد ولكن باربي بعد ذلك كان بالإمكان أفضل مما كان بريسياني خطير. بريسياني يتقدم، بريسياني ولا زالت صعبة. الدفاع في آخر لحظة، التغطية الدفاعية موجودة. هذه الإعادة عثمان معمر، برافو. هنا قد ترفع على الجدار هذه على القائمة الأول، على القائمة الأيمن. عموما كاريسو، بريسياني ربما كاريسو، مرة جانبية.
يعني كنا نتوقع بأن كاريسو سيرفع على الجدار. بالفعل هذه الإعادة يعمل الكنترول ممتاز. انطلق مع عثمان 1 على 1. عثمان راوغ، يا سلام يا عثمان، يدخل عثمان، يسدد عثمان، والكرة بعد ذلك تتحول إلى ركنية. نعم تيوي وأيضا وليد الركراكي. هذه كرة تسديدة لكنها بعيدة. لا يجب أن نترك الكرة للاعبين الأرجنتينيين في هذا المكان. التسديدة من دافع معنوي كبير في الشوط الثاني. بريسياني مع سولير بعد ذلك التسديدة، ولكنها تمر بعيدا عن مرمى ابراهيم، لان ساركو بريسياني. الضغط ممتاز. برافو نعيم. الهربة في المساحة. يلا سير يا عثمان، امشي يا عثمان. العرضية وعثمان الزبيري، جول! الشباك يا ياسر، الشباك الأرجنتينية تهتز في هذه اللحظات، وفرحة بالراية المغربية عالية في المدرجات. هكذا عادوا ليسجلوا، هكذا قادوا التحدي، بداية من عثمان معمعة يا عثمان، جاب عثمان، حطها عثمان، والزبيري القناص، الزبيري الجوليادور، الزبيري نعم الهداف، يسجل الثاني. من هنا البداية، ومن هنا أصل الحكاية، هي الهربة. سير يا عثمان. ياسر تلعب هذه الركنية. بريسياني يعيد للخلف، سترفع داخل منطقة الجزاء. ياسر برايم غوميز، مرت بسلام هذه اللقطة. هذا هو المثلث الخطير. سولير يلعب الكرة، بريسياني يحاول يمر، بريسياني ما يمرش. برافو يا إبراهيم. قلت لكم بأن هذا اللاعب في منتهى الخطورة، هذا اللاعب لا يترك. نحذر من تحول الأرجنتينيين السريع الآن. الكرة للأمام، هذه في منتهى الخطورة. صعبة اللقطة الماضية، كم كانت صعبة اللقطة الماضية. أخطر كرات الأرجنتينيين التسديدة الماضية. هل رأيتم لما هاجموا علينا، لما ضغطنا؟ جاب جسيم، جابها معما وحده، انطلق معما وراغ معما. لا زالت مرت عالية. كيف ضاع الهدف الثالث. لقطة نعم كان ممكن أن تقربنا كثيرا من التتويج. سيكون واحد من البدلاء إلى جانب إلياس البوم السعودي. هذه الكرة أرجنتينية على جهتها اليمنى مرفوعة الرأسية، بعد ذلك ولكن تصل إلى ضربة مرمى. ماذا يقول حكم المباراة فيها؟ ضربة مرمى ركنية. حكم الإيطالي يقول فيها ركنية. هذه الإعادة مرة ثانية. الزبيري سددها. الزبيري كان قريب من الهاتريك. الانطلاقة، معما هرب، معما انطلق، معما عبر، معما بعد ذلك. الله يا عثمان، لو اكتملت هذه يا عثمان. سحر الكرة الجميلة عند اللاعبين المغاربة. هذه كرة على الطرف الأيسر، فيها عرضية، فيها تغطية من الزواني، والكرة مغامرة كبيرة عند الأرجنتينيين الآن في محاولة مرة جميلة. Morocco didn't commit any foul. Normal football contact. إذا تدخل عادي، نورمال كونتاكت، يعني مرفوع الكرة. إبراهيم كان في خطأ. هذه اللقطة بريسياني يظهر في الجهة اليمنى، بريسياني يرفعها الرأسية، بعد ذلك التسديدة مرت على المدافعين، ولكن اوت برا إلى ضربة مرمى. كم كانت لقطة خطيرة. هذه العرضية يا شباب. الفكرة هنا تمرير الكرة البينية، لكن مرت. كاريسو سيتلقى الإشارة الآن، وكاريسو بعيدة مرة ثانية. الحمد لله مرة ثانية يا كاريسو. في اليسرى الكنترول، بعد ذلك الدخول بهذه الطريقة.
مرت بعيدة 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 بعيدة. بريسياني أصبح أرجنتينية في الجهة اليمنى، لكن في معمر. والله بطل، والله كبير يا علي معمر. عاصي الأرجنتينية من جديد، العرضية يا بطل يا بطل يا بطل. أنتم أبطال العالم، أنتم أبطال العالم. هي صافرة الختام، صافرة المجد، صافرة العالمية، صافرة الكاس يا سادة يا كرام. فعلها أسود الأطلس. سمع زئيرهم في كل مكان، سمع زئيرهم في كل مكان، في دولة تشيلي، في أمريكا الجنوبية. قالوا بأن الأرجنتين هي بلاد المواهب. باسم كل عربي من المحيط إلى الخليج نقول لكم شكرا. قبلها باسم كل أمازيغي شكرا. إيفون كبارة شكرا. ترميرت هكذا ترفع الكاس باسم كل مغربي من طنجة العالية إلى الكوير العزيزة. هنا في لحظة تاريخية الكاس